السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 وحشتوني. اول حاجه كده لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفيني. يلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده بقى يا جماعه فيديو حلو جدا 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 جدا، واخيرا ومفاجاه كبرى. هننزل نروح فين دلوقتي؟ هاخدكم كده وهنسافر. هنروح فين؟ هنروح دمياط. ليه هناخدكم نروح دمياط؟ عشان خاطر نجيب عفش بيتنا الجديد. بيتنا، بيتي وبيتكم، مش بيتي لوحدي. انتوا بصوا، انتوا معايا من اول سلمه كده. فيبقى عفشنا كده، نروح نجيب عفشنا. ايه رايكم في صيغه الجامعه دي؟ تعالوا بقى عشان تشوفوا الصالون اللي انا جبته للريسبشن، واوضه النوم اللي انا جبتها، واوضه الاطفال اللي انا هجيبها. تمام. بس عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا هتشوفوا في الفيديو انا بعمل لكم مقدمه. يعني الفيديو ده اصلا متصور من 3 ايام، دي مقدمه بعملها في الفيديو. اوضه النوم اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو انا يعني ايه غيرتها، فاهمين؟ اللي هو بدلتها مع واحده ثانيه في الفيديو برضه، يعني مع واحده ثانيه في الفيديو. بس اللي انا قلت جبتها هي بدلتها، هتشوفوها. المهم يا جماعه، انا متحمسه جدا 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 جدا. تعالوا بقى دلوقتي نروح دمياط. هنروح فين؟ هنروح دمياط. فهنجيب بقى عفش حلو جدا وحاجات كده تختاروها، ومعاكم مفاجأة. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه، وتشوفوا بقى الفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات، وهتشوفوا بقى بكره العفش هو منصوب عندي هنا. يلا بينا. هنا بقى يا جماعه بصراحه ما روحتش بعربيتي، طلبت اندرايفر كده ورحت بيه. سافرت طبعا دمياط. عايزه اقول لكم خدت يعني مشوار ابن لذينه من 12 الظهر داخله البيت 12 ونص ولا واحده بالليل، انا ونور. فخدنا مشوار، اصلا الطريق كان 4 ساعات لوحده او 3 ساعات ونص. فالدنيا كانت جميله معايا، بس على فكره ممكن تاخدوها في وقت اقل من كده، بس عشان تقريبا احنا تهنا او حاجه ما تعرفوش في ايه. المهم هنا كنت خلاص وصلت، فاللهم صل على النبي. هنا كنت داخله خلاص على المكان. تعالوا بقى نشوف الفيديو هيبقى ماشي ازاي بالحاجه اللي انا جبتها، وما تنسوش رايكم بالتعليق. تعالوا بقى، تعالوا عشان اوريكم الفرصه اللي انا مختارها. تعالوا كده بصوا بقى يا جماعه، زي ما قلت لكم كده في المقدمه بتاعت الفيديو، ان انا هغير اوضه النوم اللي انتوا اتكلمتوا عليها كتير، واوضه الاطفال والانتريه. انا اصلا كنت عايزه اوضه اطفال اساسا. فتعالوا بقى اوريكم الحاجه اللي انا هتبقى قنبله. انا جيت يا جماعه كنت داخله المعرض عادي. دخلت كده عادي، بكلم اللي موجوده، طلعت عارفاني. تعالي يا مدام نوره، تعالي. بتقولي ايه؟ تعالي. السلام عليكم. بتقولي دنيا تعالي، انت اللي جابك هنا. قلت لها ازيك عامله ايه؟ طلعت عارفاني كده. بتقولي خلاص طالما انت جيتي لي تعالي بقى انا اللي هفرش لك شقتك. طبعا السلام عليكم. انا سعيده ان انا مع دنيا النهارده. دنيا انا من متابعينها من زمان جدا 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 جدا، فاتفاجئت لقيتها داخله عليا المعرض. داخله عادي، فقالت لي مدام نوره الجوهري. قلت لها يا دنيا، اتعرفنا على بعض، قعدنا خير يا دنيا جايه دمياط ليه؟ قالت لي جايه افرش عفش. قلت لها عفش كله مش عاجبني ومش ديزاين، وقال لي وبتجيبي حاجات مش عاجباني، سيبيني افرش لك بقى انا من عندي. قالت لي خلاص ماشي يا مدام نوره، هتفرشي لي ايه بقى؟ قلت لها غيري بقى الديزاين وغيري كل الحاجات دي. والله ما دعايه، دنيا تاخد مني بالفلوس ودافعه كل حاجه جايه تاخدها من هنا. والله ما دعايه ولا بتعمل لي دعايه ولا حاجه. انا اتفاجئت لقيتها داخله عليا، والعفش اللي بتاخده ده دافعه حقه. دنيا دافعه حقه. تمام كده اهو. يعني ايه وضحنا؟ والله مش دعايه. طبعا انتوا كلكم يا جماعه لو عارفيني انا مش بكذب، دنيا دافعه حق الحاجات دي، مش دعايه. عايزه اقول لكم بقى على حاجه. دلوقتي انا كنت في انتريه كنت عايزه ان انا اجيبه، هي بقى قالت لي اركني كل بقى الانتريهات. قلت لها بقى غيري هي السرير الاخضر ده هنركنه على جنب، الانتريهات بتاعتك دي هنركنها على جنب. اخترت لها حاجات حلوه، نو كلاسيك ومودرن برضه. النظره كده اللي انت بقى بصوا يا جماعه، اولا قلت لها تغير كراسي السفره بتاعتها، اللون العسلي ده خالص تغيره، نعمله اللون ده الجنبي ده، وفي نفس الوقت هديها الصالون الحلو ده. بصوا بقى في الصالون الحلو ده اهو. بصوا يا جماعه، هي عايزه تديني الانتريه ده. بتقولي انا شايفاه عندك في الريسبشن. شايفاه عندها في الريسبشن. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم التفاصيل. بصوا عامل ازاي. بصوا الجمال، لونه كمان حلو. شايفين الكراسي جميله. بصوا الترابيزه. هي بتقولي ده انا شايفاه عندك في البيت، تعمل لي كده. بصوا الجمال، بصوا ترابيزته جميله، قماشه غالي،
الدهان بتاعه حلو، الشغل اللي فيه ده شغل قيمه زان، الانتريه كله زان احمر، الصالون كله زان احمر. طبعا دنيا لو غيرت القماشه بتاعت السفره، كراسي السفره، هيبقى الصالون ده حلو. هي بتقولي بقى ايه الكراسي اللي انت عاملاها، بس احنا هنغير عشان ايه بس يبقى متناسق مع بعض. احنا هندخل الانتريه اللي انا عملته جوه في الاوضه مطرح الانتريه التاني الرصاصي ده، وقالت لي احنا هنعمل كراسي السفره نفس اللون ده. يعني عشان يبقوا ايه ميه واحده، يبقى ميه واحده. طبعا ده هيبقى هيغير عندها الكلام خالص، وحاجه قيمه وحلوه تليق بدنيا بصراحه والله العظيم. يا جماعه دنيا على المستوى الشخصي انتوا بتشوفوها من كاميرا حاجه جميله جدا 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 جدا، طيبه كويسه حنينه، حاجه كده كيوت حلوه، غير الشاشه خالص وغير الكاميرات خالص. ربنا يبارك لها في ولادها ويصلح حالها يا رب. وانا سعيده 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 ان انا دنيا جات لي دي بالدنيا عندي وما فيها. بس فاحنا خدنا الصالون دوت. بصوا بقى زي ما انتوا شفتوا كده. انا عايزه بس برضو اوريكم هنا الموديلات. انا للاسف لو ما كانش عندي سفره كنت خدت سفره. بصوا بقى، بصوا السفره طقم بقى على بعضه، البوفيه والنيش والسفره. بصوا عايزه اقول لكم والله الحاجه على الطبيعه احلى بكتير من الكاميرا. بصوا في كذا موديل. يا دنيا احنا بنعمل عروض، قولي لهم على العروض. عندي عرض ب 80,000، يعني عريس كامل ممكن يفرش شقته ب 80,000 جنيه. وايه مش خشب اي كلام. لا انت جيتي شفتي الحاجه. حاجه بصراحه تحفه. عندنا عرض ال 120,000، عندنا عروض يعني في عرض ال 80، عرض ال 90، عرض ال 95. يعني ممكن تاخدي اوضه نوم، وممكن تاخدي اوضه اطفال، وممكن تاخدي ركنه. تمام. ممكن تاخدي كمان اوضه نوم واوضه اطفال ونيش. انا عايزاكي بس توريهم الحاجات فوق. ما انت بكره هتطلعي بقى معايا. بصوا بقى انتوا، انا عايزه اوريكم يعني كده. على فكره يا جماعه احنا عندنا تصدير، احنا بنصدر، عندنا شحن، بنصدر لابها وللسعوديه، وبنعمل مجالس وبنعمل كل حاجه. عندنا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، وبنوصل كمان اونلاين. تمام. بصوا انا عايزه، عندنا شغل نو كلاسيك، عندنا ستيل، عندنا مودرنات، شغالين في كل حاجه. واي حد لو احتاج الطقم ده حب يغير لونه انا بغيره. السفره دي عايزين نغير الموديل بتاع الكراسي بتاعها انا بغيره، الالوان بتاعتها انا بغيرها. يعني كمان عايزه اقول لكم كمان على حاجه. الانتريه ده بصوا انتوا شايفينه كده في فوق يعني لونين ثلاثه اصلا. تعالي كمان كده يا دنيا، تعالي اتفرجي كده على القيمه بتاعت الطقم. بصوا تعالوا بقى انا هوريكم بقى الاشكال اللي فوق. تعالي. فالدنيا بقى عايزه اسمع رايكم في الأمر. هي بتقولي ده انا شايفاه عندك في الريسبشن. بصوا بقى فوق. بصي كمان يا دنيا ده ريش فرداني. بصوا اهو. ودي يا جماعه اوضه، دي برضو انا كنت هاخدها. دي كنت هاخدها. اللي عاجبني كان عاجبني فيها الدرج بتاعها، الدرج شايفين. بصوا ما شاء الله حلوه قوي. بصوا الاوض دي يا جماعه في اساس دمياط، وفي المعرض دي معديه 80,000، واكيد انتوا بتنزلوا وبتشوفوا الاسعار. وده الدولاب بتاعها. احنا بنعمل هنا خصومات. ودي اوضه نيش كده. بصوا سفره بنيش ببوفيه شايفين. تعالوا بقى نطلع فوق كده ونشوف. بصوا الدنيا ده. احنا بنبيع بسعر التكلفه، بنبيع شغل تجاري يا دنيا. تمام. بصوا بقى يا جماعه اوضه الاطفال. لا الاوضه اللي انا اخترتها مش هنا، صح يا مدام نوره؟ اوضه الاطفال مش هنا، في الناحيه الثانيه، في المعرض التاني. في المعرض التاني. بصوا بقى يا جماعه دي اوض اطفال شايفين. هي دي كنت هاخدها، دي اللي انا كنت هاخدها عشان الدولاب بتاعها مترين. كنت عايزه حاجه تكون اكبر مساحه وبتسريحه وسريرين ودرج. اهي تسريحتها اهي. بصوا الكومودينو اهو. كان الدنيا هتاخد الاوضه دي، انا اخترت لها اوضه ثانيه. اخترنا اوضه ثانيه. احنا بنفرش لها عندها ان شاء الله. ان شاء الله. هنا اهي الاوضه اهي، دي المترين، وفي كمان اوض متر ونص. تعالي وريها لنا كده. متر و50. بصوا الاوضه دي يا جماعه اللي نازله في عرض ال 80. الاوضه دي نازله في عرض ال 80,000. ده اللي هي الاوضه اللي هي المتر ونص. بتبقى جايه معاها دي يا مدام نوره صح؟ بصوا اللي هي دي كومودينو واثنين سرير متر و20 ودولاب. بس اللي انا اخترتها زياده عنها تسريحه. صح؟ اللي انا اخترتها فيه تسريحه زياده. دي اوضه الاطفال. عندك بقى لما نيجي نفرش. تعالي بقى مفاجاه نوريهم اوضه النوم. اوضه النوم بقى اللي هي بتاعتي. شفتي اسمها ديت مين كانت بتقول ايه؟ هاله فاخر. كانت لميس الحديدي بتسالها بتقول لها ايه؟ استني كده. تعالي.
كانت مستر حديدي بتسالها انا فاكر بتقول لها ايه؟ ايه احلى حاجه في الطلاق؟ احلى حاجه في الطلاق؟ قالت لها بنام في السرير لوحدي. يا سلام. انا بقى جايه عشان اجيب سرير عشان انام عليه لوحدي. تعالي بقى كده. لا دنيا اساسا كل اوض النوم بتاعتها انا كنت مختلفه معاها فيه. ايوه مش عاجباني. انا عايزاكي تجيبي حاجه على بعضها. يا دنيا انا عايزاكي تجيبي اوضه حلوه يا دنيا. انا اصلا من متابعين دنيا من زمان، فلما صدقتها بقى قفشتها قلت لها لا يا دنيا لازم ناخد اوض نوم اوضه كامله. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا يعني اخترت، كان انا بصراحه من كتر حلاوه اوض النوم هنا يعني احترت. كان هنا في دي، بصوا السرير ده تحفه تحفه. انا اصلا يعني لسه عقلي بيوزني من دي اللي هي الثانيه. شايفين دي شكلها عامل ازاي؟ جميله قوي قوي قوي. بصوا وده الدولاب بتاعها اهو. فيها وحده اضاءه برده. بصوا والدولاب بتاعها بينور برده، فيه سيستم اضاءه فوق. شايفين؟ اهو بالريموت. والتسريحه برده بالريموت. ايه احلى حاجه في السنجله؟ بنام في سرير لوحدي دي. بصوا يا جماعه الاوضه جميله قوي قوي قوي. دي كده اوضه تمام. تعالوا بقى اوريكم الاوضه الثانيه، ودي بصراحه تحفه تحفه. تعالي يا مدام نوره كده. شايفين يا جماعه؟ ده السرير، ودي اللي هي البنك بتاعها، والدرج الادراج، ودي اللي هي بتاعت التسريحه. بصوا يا جماعه الدولاب، ودي بتبقى معاها، ودي بقى التسريحه. شايفين؟ بصوا شايفين بقى التقسيمات عامله ازاي؟ تقسيمات بصراحه تحفه تحفه. شايفين؟ بصراحه الحاجات تحفه. في بقى واحده تانية، تعالي كده. دي برضو انا احترت اصلا الاوض كلها. شايفين الدولاب ده؟ انت رزقك حلو يا دنيا. احنا ما عندناش حاجه بتقعد ما شاء الله. يعني احنا اسعارنا اللي بتجبر الناس تاخد مننا، والناس بتاخد اونلاين من عندنا. والله العظيم يا دنيا احنا ما شاء الله بنصدر لابها، وبنصدر للسعوديه، وبنصدر للامارات. عملنا شغل كتير قوي 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 الحمد لله بفضل ربنا علينا. فانتوا بقى يا جماعه عروسه بقى بتجهز. بص كمان بنعمل حساب الاسعار والناس. بنعمل عرض 80، يعني ممكن تاخدي اوضه اطفال متر ونص مع اوضه نوم كبيره. اوضه النوم الكبيره اساسيه في الجهاز. طبعا ما تقدريش. اوضه الاطفال لو حبيتي تغيريها ممكن ما تاخديهاش وتاخدي مكانها انتريه. ممكن تاخدي ركنه مكان اوضه الاطفال. يبقى انت كده جالك الاوضتين، اوضه النوم والانتريه. تاخدي معاها نيش. مش عايزه النيش ممكن تاخدي معاها الترابيزه ب6 كراسي. تمام. عرض حلو جدا جدا. ابو 80 ده يعني نوم واطفال، ومتاح انك تغيري الاطفال بانتريه او ركنه، وكمان لا تاخدي معاه نيش لا ترابيزه ب6 كراسي. حاجه حلوه جدا. فرشت بيتك ب 80. يعني بصي بقى ست بقى عايزه تجدد، عروسه بتتجوز، عريس بيجهز. بصوا انا عايزه بس اوريكم كده الاوضه وفرجيهم كده. نازل عندي اوضه نوم منها، عامله منها طرحتين. اوضه النوم نازله ببيعها ب 45,000. نازله في العرض ب 45,000. الاوضه دي في المعارض بتتباع ب 65,000 جنيه. بس انا عشان عامله منها طرحتين هبيعها تجاري. اللي عايز بقى منها اوضه 2 3 نازله خلاص الاسبوع ده بدهن منها. تمام. فنازله. فاللي عايز بقى حاجه ب 45,000 اوضه مودرن بالشياكه اللي انا هوريها لكم بعد كده في الفيديوهات، قولوا لي. انا عايزه اقول لكم ان مدام نوره طلعت عندها برده قناه اللي هو برده بتسوق لشغلها، وعندها محتوى برده خاص. هحطها لكم في اول تعليق تحت مع اللينكات بتاعتها، عشان بس برده تخشوا شوفوا برده الاسعار والعروض اللي هي بتعملها. متابعينك يا دنيا اي حد هيشتري العرض او هيشتري من عندنا انا لازم طبعا تعملي خصم للمتابعين. والله العظيم هيبقى فيه خصم وحاجات حلوه كتير. اولا انا اي حاجه بطلعها من المعرض من عندي عليها شهاده ضمان 10 سنين، مش حاجه وخلاص. تمام. انا بحس جدا بالناس يعني لان الدنيا غلا والحياه صعبه. في ضمان 10 سنين بتطلع مع الحاجه. تاني حاجه بطلع هدايا من قلب المعرض على حسب الشغل اللي طالع. مع كل متابعينك يا دنيا هياخدوا شهاده ضمان 10، توصيل مجاني، المله كمان هديه. شفتوا مدلعاكوا اهو. كمان والله مدلعاكوا مع العروض المله وشهاده الضمان والتوصيل كمان. تمام. فرجيهم بقى اوضه النوم دي تحفه يا جماعه. برده دي كانت من الاختيارات اللي انا بصوا عماله ايه. شايفين بقى اوضه النوم الجميله دي؟ اوضه النوم دي بصوا المرايه بتاعتها تاتش. بصوا شايفين اصلا تحفه. السرير اهو بتاعها، الادراج بتاعتها، التسريحه بتاعتها، الادراج متنجده من جوه على بوصه ونص خشب. هنا دراج وهنا ضرفه. الديزاين بتاعها حلو قوي. المقبض بتاعها شيك جدا. بصوا الاستليسات اللي فيها حلوه قوي. لونها حلو بيدي للون يعني خطير. من درجات الاسطر البندقي. خطير بصراحه. جميله. ازاز فاميه
ادراج من جوه، وحده ادراج متسجده، ارفف ما شاء الله، مش محتاجه ان احنا نحط عليها قشاط زان من كتر الزان اللي في الاوضه. مكتبه من تحت، دولاب حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى السرير بقى اللي واخد لون حلو مع الفانيليا لاتيه. السرير بالبانكت. العين ممكن نغير كمان الوان. يعني عايزه الالوان ممكن تتغير. بصوا الادراج فيها اضاءه من تحت كده لو تلاحظوا. الاوضه دي معموله عليها عرض يا جماعه. الاوضه دي عشان اخر واحده معموله عليها عرض. الاوضه دي في المعارض كانت بتتباع ب 68,000. وفي منها ناس واخده مننا في اساس دمياط اللي في مدينه نصر، واخدين نجارتها، لان نجارتها بتاعتنا احنا اللي عاملينها في الورشه. احنا عاملين عليها عرض 55. شفتوا 55 بالنجاره وبالجمال ده، يعني حاجه والله العظيم. الاسعار دي مش هتلاقيها في اي حد في اي حاجه خالص. بصوا بقى يا جماعه، دي اللي انا لسه محتاره ما بينها من دي اللي هو اللي جنبها دي اللي هي اول واحده. بصوا بقى الدنيا واخداها دي والله يا جماعه لغايه وقتنا هذا محتاره دي واللي هي اللي جنب دي اللي هي الاول واحده وريتها لكم دي من ورا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ فيها اللي هي الاباجورات دي تعتبر والله هي في نفس المستوى. النجاره برضه دي شغل النجاره والتشطيب. بالعكس دي فيها فانيليا لاتيه، ودي دهانها اغلى من اللي جوه دي الفانيليا، لان دي فيها قشره. ايوه القشره دي اغلى من الدهان التاني ده. بصوا مش دي ما بتكلمش على دي. ما انا فاهمه دي وديت دي والاولانيه دي. الاثنين حلوين. الظهر دي شفتي الظهر دي؟ بصوا هقول لكم على حاجه. انا شغلي انا اللي بعمله نجاره وانا اللي بدهنه. انا كل حاجتي حلوه، مش بشكر فيها، بالعكس انا بتقي الله والله. والمتابعينك انت بالذات يا دنيا فرجيهم بقى على الاوضه. والله بصوا الاوضه اللي الدنيا خدتها سرير انا اللي اخترت لها. السرير ده دول درجين، ودول الكومودينات وده الكرسي التسريحه، وده البوف بتاع التسريحه، وده الباف اللي هي البانكت. البانكت هنا عندي بموديلات. ساعات البانكت يعني بصوا كل اوضه بصوا كل اوضه ليها شكل. كل بانكت ليه موديل. ودي التسريحه بتاعتها شايفين؟ وحده اضاءه. الاوضه بتتكلم عن نفسها، تسريحه تحفه حلوه جدا جدا. وده الدولاب يا جماعه اهو. وده الدولاب اهو ما شاء الله. وريهم الدولاب كده من مدام نوره. الدولاب اهو بصوا بقى، بصوا حاجه كده خياليه ما شاء الله. مكتبه من جوه درج. شايفين ما شاء الله كده. المقبض بتاعها منها فيها ستانلس. بتقولي انا هخلي لك شقتك دي شقه عروسه، يبقى سلمي لي نفسك كده وانا هخليها لك. حتى لو اللقات اللي هنا زين ما شاء الله. ربنا يا بنتي يبارك لك فيها ويكون وش الخير عليكي ويعوض عليكي بالخير وبالاحسن يا رب العالمين، يا رب. ويبارك لك في ولادك يا رب. دي الاوضه اللي دنيا خدتها، والصالون تحت احنا اخترناه لها. واوضه الاطفال بقى مفاجاه بقى لما نيجي نفرشها. اوضه الاطفال اوضه الاطفال مفاجاه لما نيجي نفرشها ان شاء الله. متابعينك يا دنيا ان شاء الله ان شاء الله ليهم عندي حاجات خاصه. شفتوها هتعمل لكم عروض وهتعمل لكم خصومات والله العظيم. خصومات لان عندي حاجات في الدهان خارجه في العروض كمان، في عرض 70,000 في حاجات اسعار حلوه كتير. احنا بنوصل اونلاين. لو في حد عنده شغل مقاسات او حد محتاج اي موديل اوضه احنا بنعمله في الورشه عندنا. احنا فرعنا يا جماعه في دمياط، الفرع الرئيسي في دمياط، وعندنا فرع في التجمع الخامس، وعندنا كمان اونلاين، وشغالين كمان تصدير. اي حد من السعوديه من الامارات من اي حته عايز اي شغل احنا بنوصل وبنعمل كل حاجه. عندنا بفضل الله الامكانيه دي بفضل ربنا عندنا. وعندنا ربنا يوسع عليكم يا رب. ربنا يوسع عليكم يا رب. الله يخليكي يا دنيا تنورتيني. تعالي نطلع. بصوا بقى الاوضه دي كمان برضو شايفين بس موديلات خطيره. التسريحه اللي هي المرايه اللي بالطول. انا عندي بقى كمان اوضه نازله باسمي. طب قولي بقى معلش بقى مدام نوره. مدام نوره الجوهر بجد معلش بقى سوري. اشمعنى كل الاوض فيها المرايه اللي ورايا دي وبتاعتي انا لا؟ بتاعتك موديلها مش كده عشان فيها نغير مرايات بقى. نغير. بصي هنا مفيش مرايه في الدولاب، انت بتاعتك مرايه في الدولاب. تصدقي يا دي يا دي لا دي هي بدل فيها مرايه في الدولاب ملهاش دي، لكن دي ملهاش دي قلمتين. ايوه بس عايزه تاخدي دي خدي، بس اللي انت مختارها احلى. يعني احلى في الشكل، لكن النجاره واحده والله. اللي يعجبك. بصوا برضو اللي ورا كده، انا عايزه اوريهم برضو الموديلات كلها.
دي برضو ايه لونها جراي كده رصاصي. دي ضرفتين شايفين؟ بس كنت دي جايبه اللون ده قبل كده فما رضيتش اجي لك جنبها. كنت جايبه اللون ده قبل كده. كنت جايبه الرصاصي ده. السفره دي كمان في عرض 80000 يا جماعه. بصوا شايفين؟ وكمان بتنور فيها واحد سيستم اضاءه لو حطيتي الفيشه بتاعتها الليد بتنور. بصوا صراحه تحفه. شايفين؟ عايزه اقول لكم ترابيزه السفره دي ب6 كراسي والنيش ده كمان ضرفتين ازاز 12 مللي. شايفين؟ شوفوا بقى، شايفه كوبري النيش وفي كمان ايه ادراج من تحت. بصوا ده كمان عاملين 30000. يعني هتاخدي اوضه سفره، ترابيزه سفره بالجمال ده بالكراسي الجميله دي بالنيش ده ب 30000 جنيه. حاجه كده خياليه. تعالي بقى وريهم الركن اللي عندك فوق والانتريهات. بصوا بقى يا جماعه ده الدور الثالث. بصوا بقى حاجه خطيره ما شاء الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم ان الطقم ده اللي هو الصالون اللي تحت في منه كذا لون. شايفين؟ وكذا موديل. وكذا موديل. بصوا اول واحد فيهم اللي هو اللبني ده، اللبني في جراي. شايفين؟ ده يا جماعه 4 كراسي وكنبتين. بصوا 4 كراسي وكنبتين. شايفين عامل ازاي؟ ده ايه اول واحد. انا عايزه بس تشوفوا التفاصيل. شايفين؟ كل ده خشب زين. بصوا تعالوا بقى ده قماش باندا. ده باندا. بصوا شفتوا؟ كل ده نازل عليه عروض هقوله لكم ان شاء الله. بصوا الحاجات دي هما كنبتين كرسيين والترابيزه. بصوا ده برضو ده مودرن كده شويه. شايفين تصميم الكراسي من تحت عامل ازاي؟ بصوا تعالوا ده برضو ده حاجه تحفه. ده بالكونسول بتاعي. بصوا ده صالون بالكونسول. شايفين؟ بصوا في بقى ركنه تحفه تحفه. وده برضو بصوا الانتريه ده كشمير في جراي. دي معاها كرسيين يا دنيا. بس وريهم ده كده الاول. وريهم ده كده الاول. ده صالون كنبتين و4 كراسي. بصوا ترابيزه. على فكره الاسعار هتبهركم لما ان شاء الله هنزل لكم العروض وهنزل لكم هقول لكم على الاسعار. تعالوا بقى شوفوا الركنه الخطيره دي. شايفين؟ دي الركنه الباندا. بصوا تحفه يا جماعه. هي عامله زي بابلز كده. بصوا تحفه تحفه تحفه. هي بتقول معاه كرسيين. معاه كرسيين بنجدهم ساعه الالوان اللي يختاروها. الوان بيبقى لون مختلف يعني كاسر للون. بصوا كمان طقم الترابيزات ده. بصوا وكمان ده الانتري دوت. بصوا والركنه دي تفتكروا ان انا كان عندي منها واحده زمان بس اكيد مش زي دي. يعني دي شكلها تحفه. سرير وصحاره. دي بتتشد كده سرير ودي بترفع. بصي دي والله خشب زين. بصوا انا بقى بيعجبني بقى اللي هي الحاجات دي. بس بقى دي بقى كوبايات. كوباياتك حاجتك. دي بقى اللي هي وصلة اليو اس بي والحاجات دي. بصوا ودي يا جماعه بتتفتح صحاره. ودي بقى ممكن تكملي بيها كده او ممكن تخليها ترابيزه. دي ممكن تكملي بيها كده او يا تحطيها ترابيزه. ممكن تجيبي لها ترابيزه. بصوا تحفه يا جماعه بصراحه. شايفين انا وريتكم حاجات اشكال والوان. نون منوره معانا هنا. ولسه كمان بقى الفرع الثاني لما هنروح انزلهم على القناه بتاعتي اشوفوا الحاجات الجميله اللي عندي. عايزه بقى اقول لكم على حاجه. انت وعدتيني يا مدام نوره ان انت تعملي عروض وخصومات ان شاء الله والله للمتابعين. في اساسا شغل طالع في الدهان ده هيبقى بسعر بقى للمتابعين وحاجات حلوه كتير قوي 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 قوي. وعاملين عرض ال 80000 وعاملين عرض ال 75 وعرض ال 120 وحاجات حلوه قوي يا دكتور. عايزه اقول لكم يا جماعه ان العروض دي غير المعروض اللي بتبقى موجوده على التيك توك. التيك توك ده يا جماعه بيبقى الخشب كرتون وحاجات. انا لفيت ورحت لكذا حد على التيك توك مش زي ما انا شفت بالظبط كده. يعني في حاجات يا جماعه حتى هنا في دمياط برضو في. يعني انا في حد كده معين بدون ذكر اسماء كنت رايحه اخد منه اوضه اطفال. لقيت يا جماعه الخشب ورق. اقسم بالله ورق. ورق بجد. فيا جماعه ما تجروش بقى ورا العرض اللي هو ب 20000 و30000. تعالي خدي اوضه نوم. وانت والله اوضه نوم واوضه اطفال ب 30000 ما تعرفيش ازاي. دخلت عندي شافت الحاجه قالت لي لا انت غير ملفت خالص بصراحه. بصوا حاجات بصراحه خطيره. بتحب نكسب. هي بقى بتقول لي الحاجات. هي على فكره هي اللي مختاره لي الصالون وهي اللي مختاره لي اوضه الاطفال. اوضه النوم بس انا اللي مختارها. سايبه لها حريه الاختيار. بس بقول لها رايي بما
بس بصراحه هي بتقول انا شايفه الانتريه ده هينور الريسبشن وهيظبطه لك حاجه هتبقى حلوه. شايفين؟ انا عايزه اغير حياه دنيا. حبيبتي يا مدام دنيا بدات حياه جديده، ربنا يجعلها حياه جديده في حياتها وفي دنيتها وفي اولادها، وهي حياه دنيا ما كانتش عايشه حياه. فاحنا عايزين نرفع من روحها المعنويه، عايزين نشجعها. دنيا جميله جدا حبيبتي يا مدام نور، ربنا يخليك يا رب. جميله وحلوه ودنيا طيبه طيبه، واللي بيشوفها بيستغل طيبتها للأسوأ. فربنا يعوض عليها بالخير وبالاحسن، واحنا عايزين ننسى اللي فات ونبدا حياه حلوه جديده، ربنا يصلح فيها حالك وحال ولادك وحال سيلين، وعقبال ما تجهزيها من هنا من عندي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله والله حبيبتي يا مدام انا سعيده اني كنت مع متابعينك واي حد عايز يتواصل معانا يا دودو في القناه بتاعتهم هسيبها لكم تحت في اول تعليق، وفي كمان اللي ارقامهم وبيدجاتهم. قولي الرقم 48 77 99 03. هحط لكم صفحه الفيسبوك بتاعتنا، وهحط لكم رقم التليفون وعنوانهم كمان، والعنوان بتاعنا كمان. وعندنا توصيل وتصدير وكل حاجه احنا متاحين عندنا. عايزه اقول لكم على حاجه، انا في معارض كتيره قوي كانت بتكلمني ان انا اعمل عليهم الاعلان، اللي هم اللي بيبقوا عند مستشفى سيد جلال والحاجات دي. جماعه الخشب بتاعهم بيبقى رديء، انا هروح اصور وهستفاد ان انا هاخد فلوس، يا هاخد عفش، يا هاخد اي حاجه. ما انا اكيد خلينا بس صراحه يا مدام نوره مع بعض ان ما فيش حد يعني ايه، يعني انت شغل وانا شغل وكل حد بيعمل شغل. بس انا لما اجي اعمل كده حاجه مش يعني هضرك، ان انت خلاص انا بقول لكم على حاجه دي حلوه فانت بتثقي في دنيا، فانا خلاص هروح اجيب زي ما دنيا قالت، فهلبسك في الاخر في حاجه وحشه جدا. فانا والله العظيم كنت برفض اي عروض، حتى لما كانوا بيعرضوا عليا العرض الفلوس بالدبل. والله بس العظيم والله العظيم انا جايه عادي جدا، والله جايه لي دخلت عليا زي اي زبون. والله دنيا دخلت عليا زي اي زبون. انا ما كنتش اعرف ان هي جايه دمياط ولا كنا بعيد. انا داخله وبسال عادي بقول السلام عليكم، طلعت عارفاني وطلعت قالت لي مدام نوره الجوهري. قلت لها اتفضلي اقعدي حبيبتي تعالي. قالت لي ده انا كنت جايه انا جايه عن طريق الفيسبوك بتاعهم عادي. قالت لي على اسم حد كانت جايه له شايفه عنده اوض. فراحت ربنا ما وفقهاش. قلت لها حبيبتي لو ما عجبكيش حاجه مش عندي انا هوديكي تجيبي، ما رضيتش اسيبها يعني. والحمد لله ربنا وفقنا. لكن والله كل حاجه واخداها من هنا دفع حسابها، حاسبتني على كل حاجه. على فكره دنيا من النوع اللي نفسها عزيزه جدا، عندها عزيه، نفسها عزيزه، عينها مليانه الحمد لله والله العظيم، مش جعانه، لا عندها عزيه، بنت جميله ومحترمه. ربنا يبارك لها يا رب ويخلي لها اولادها. احنا عايزين الفتره دي كلها، انا طالبه من متابعين دنيا يدعمها نفسيا. دنيا نفسيا تعبانه، فربنا يصلح حالها. هو ده اللي انا اقدر اقوله. هي جات لي وحبت تغير بقى، تطلع من المود ده وتاخد عفش جديد وحاجات ربنا يزيدها من نعيم الله وتجيب الاحسن كمان واحسن من الحاجات اللي هي خدتها من عندي. ربنا يكرمها يا رب ويصلح حالها ويبارك لها في ولادها. لكن والله دي ما دعايه ولا اي حاجه. انا كده يا جماعه عندي قناتي، وكده بعمل عروض على قناتي، انا مش محتاجه دعم من حد. بس دنيا لقيتها دخلت عليا فقالت لي خلاص لازم اطلع واقول لمتابعيني. انا كده كنت بصور فيديو زي ما وريتكم يعني في اول الفيديو. قالت لي لا خلاص انا لازم اطلع لمتابعيني. قلت لها يا دنيا انت واخده مني بفلوس وواخده بالاسعار اللي انا قلت لها عليها. والله دنيا ما اعترضت معايا في اي حاجه خالص، ولا انا قلت لها اهم حاجه عندي خامه، وهي بصراحه الحاجه انا شايفاها والله هي دنيا ما فيش بيني وبينها الا المعروف. فهي دفعت حساب الحاجه، محدش فيما بعد هتطلعوا تقولوا ايه ده دعايه، ده هي عملت لا اكيد يا جماعه دعايه، مش عارفه بيت كامل يعني. لا مش دعايه يا جماعه، دنيا دفع حسابي الحاجه دي. انا مش محتاجه دعايه من حد. انا الحمد لله فاتحه معرض عمومي وشغاله، مش محتاجه دعايه من حد، وعندي قناتي. ولو كانت دعايه في مليون الف حد يدعمني. لكن دنيا جات لي زيها زي زبونه وانا بحبها، انا متابعاها من زمان بقى لي 4 سنين انا متابعه دنيا. وفي الاول وفي الاخر هي اختي، وجات نورتني وعلى راسي من فوق.
عايزه اقول لكم ان هي احلى من الكاميرا بكتير. ربنا يخليك. الكاميرا الكاميرا مبوظانا والله العظيم، يعني والله العظيم تحس ان الشكل بيبقى حاجه، على الحقيقه حاجه تانية خالص. حبيبتي انت الحقيقة أحلى انت والله. اللي احلى يا بنتي، ربنا يخليكي، انت نورتيني وشرفتيني حبيبتي والله. ربنا يخليك. ان شاء الله انا رايحه الدنيا هسلمها العفش بتاعها بقى وهفرش يعني هي لها. تجيلي عندي البيت ان هتشوفوا شاء بقى. الله ان شاء الله انا اللي هفرش لها عفشها، وانا اللي هرصه لها، وانا اللي هفرحها واكبر بخاطرها ان شاء الله. ربنا يكبر بخاطركم ويكبر بخاطرنا جميعا يا رب العالمين. واي حد يا دنيا من متابعينك زي ما اتعامل معاكي هيتعامل معاهم ان شاء الله. يعني زي ما حصل معايا هيحصل معاكم بالظبط ان شاء الله. عندنا اونلاين يا جماعه، بنسلم بنودي الحاجه اونلاين، وعندنا فرع في التجمع، وعندنا فرع في دمياط، كل حاجه متاحه عندنا. زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه الحاجه اللي جات لي، الحاجه اللي انا اخترتها. مدام نوره برده ساعدتني في الاختيار. عايزه اقول لك لو انت برده محتاره او معاكي حاجه، هي بصوا عندها برده خلفيه حاجه حلوه قوي، وبرده على حسب برده الفلوس اللي معاكي قد ايه. هي برده هتلم لك الدنيا وتلم لك الليله. يعني عروسه بتجهزي، عريس بيجهز، ست بتجدد. صراحه انتوا شايفين اهو الحاجه عامله ازاي، خطيره. لا كل حاجتها حلوه والله، واحنا بنتعامل مع ربنا بس. وكفايه ان انا كنت معاكي النهارده يا دنيا ومع متابعينك دي بالدنيا كلها وما فيها. بس ربنا يصلح حالك وتكون حاجتنا وش الخير عليكي يا رب. هتشوفوني بقى وانا بفرشها لها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.